السلام عليكم. القصة ديال اليوم تتهضر على واحد المجموعة ديال الأصدقاء اللي قاموا بواحد التحدي بيناتهم. قبل ما نعرفوا نوع هذا التحدي ما تنساوش ديروا اشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد على القناة. أحداث هذه القصة وقعت في واحد القرية بعيدة على المدينة فين كان عايش إبراهيم والأصدقاء ديالو. واحد النهار هما جالسين مجمعين في الليل سهرانين، وهي تجيهم واحد الفكرة، علاش ما يديروش تحدي. شنو هو هذا التحدي؟ هو انهم شكون يقدر فيهم يطلع للجبل فين كاينه واحد الدار مهجوره. ديك الدار كان كلشي تيقول عليها انها مسكونه بالجن والعياذ بالله، والناس الكبار اللي في القريه كانوا تيعاودوا عليها شي مسائل تتخلع، بحال انهم كانوا تيسمعوا شي اصوات، كانوا تيشوفوا شي مخلوقات تما. بصراحه الاصدقاء ديال ابراهيم كان بان عليهم شويه د الخوف والتردد، لكن ابراهيم ما كانش تيخاف من هادشي. لانه ما كانش تيامن به بكل بساطه. ابراهيم ناض وقال لهم انا نطلع. الاصدقاء ديالو شي بقى تيشوف في شي وقالوا له بصح تقدر تطلع؟ قال لهم ايه، وناض وفعلا شد الطريق وتم طالع في الجبل، وبقى غادي طريق تشدو طريق ترخيه طريق تشدو طريق ترخيه، ما حاس حتى بحاجه، ما حير حتى بشي حاجه، حتى وصل. ابراهيم وصل قدام باب الدار وهو يبقى واقف واحد شويه بحال اللي حس بالخوف، ومع ذلك زعم وقال ندخل للدار. شنو بغى كاع يطرا، دفع الباب ودخل وسط الدار. هو خلف الخطوه الاولى وسط الدار هو يسمع واحد الصوت. داك الصوت اللي سمع مخيف وماشي ديال البشر. ابراهيم مات بالخوف وهو يبقى تيحقق، وهو يبان له الخيال ديال شي حد، وهو يقول له شكون انت؟ وهو يرد عليه ويقول له انا الحارس ديال هاد الدار اللي انت عارف انها مسكونه وجاي مقتحمها بلا اذن. وهما باقيين واقفين، وابراهيم يسمع اصوات ديال الغوات، الرجال، العيالات، دراري صغار، الهرج والمرج كي تيقولوا. وهو يقول له شكون هادو اللي تيغوتوا؟ قال له هادو ناس داروا بحالك واقتحموا هاد المكان بدون اذن، وداك الشيء علاش حنا قررنا انهم يبقاو معنا هنا وما عمرهم ينزلوا لديورهم، وداك الشيء اللي غيطرالك حتى انت. ابراهيم تجمد له الدم في عروقه وبقى واقف جامد قدامه، وهو ابراهيم يقول له انا راه ما كنت قاصد حتى شي حاجه خايبه فاش جيت لهنا. قال له انا عارف انك ما كنتي قاصد حتى شي حاجه خايبه، لهذا السبب انا غنخليك تهبط للقريه ديالك، ولكن غتعيش ما بين القريه ديالك وبين هنا. قال له ابراهيم كيفاش؟ قال له انا غادي نلبسك باش نضمن انك غادي ترجع لهنايا. وبالفعل داكشي اللي طرا، ابراهيم غوت غير غوته وحده مسكين وخرج تيجري كي شي حمق، ونزل للقريه ديالو ووصل لحدا صحابو تيهضروا معاه هو ما تيجاوبهمش، مرفوع، ولا من داك النهار داير بحال شي بوهالي كي تنقولوا. نوبه هبط للقريه ديالو، نوبه طالع لديك الدار المهجوره اللي حتى شي حد ما تيقدر يقرب منها. وهكا ولات السيره ديال ابراهيم على كل لسان، حتى حد ما قدر يعرف شنو طرالو بالضبط في ديك الليله. لحد هنا قصتنا تسالات. ما تبخلوش علينا بتعاليقكم، وما تنساوش ديروا اشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد على القناه.